طبعا يا جدعان المطعم ده لسه فاتح جنب بيتي، كل ما اعدي من جنبه اشم ريحه اكل جامده جدا. فانا الصراحه لما لقيته عامل خصم 50% بمناسبه الافتتاح فقلت نجربهم مع بعض، ولو طلع حلو هنقول على اسم المكان. الله، انا هشيل لكم الهيصه دي كلها دلوقتي. يعني هي بتتكون من كفته وصدق لحمه فليتو، وفي كمان هنا بقى عندك ورق عنب، ممبار، في سمبوسه، في كوبيبه، في طرب، في حواوشي، في يا جدعان موجود فرخه بحلقه عليها، ومن تحت بقى كل ده يا جدعان في موجود رز. نبدا اول حاجه بقى بالكفته، وبص احنا عندنا 1 2 3 13 صباع كفته، الشكل بتاعه محترم قوي. كميه الدهن فيه متناغمه كده مع طعم اللحمه، التتبيله بتاعته تحس ان هي على قديمه، يعني تحس ان المكان ده كانه مفتوح من زمان قوي. تعالوا كده طب نخش على الصدوق. ده صدق بلدي على ابوه قوي. احنا نخش على الحواوشي. يعني بصوا هي فيها رغيف حواوشي كامل، كميه الحشو اللي في القلب كويسه. ده تصدق ده فيه صدق من تحت وفيه بسطرمه وبتاع. انا شايف ان احنا كل ما بنزيد كل ما الحاجه بتطلع احلى. يعني ده بجد والله انا اشتريه مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة. فتعالى كده ايه نخش على الفراخ. بصي ده كده نص فرخه اهو، تمام، ومحطوط من تحته في نص فرخه تاني. بص انا اقول على اسم المكان، هو المكان يا جدعان اسمه عم عيسى، هو مفتوح في السيوف قدام المطافي على طول، يعني بمجرد ما تعدوا دوران السيوف هتلاقوه موجود على ايديكم اليمين. في افتتاح يوم الخميس اللي جاي اللي هو يوم 3/7، عاملين خصم 50% على المنيو بتاعه كله. هو للاسف الشديد الصواني مش عليها الخصم ال 50%. هو المكان اصلا فيه قعده، تمام، وقعده رايقه ومكيفه وبتاع،